مكرونه بالبشاميل زي ما بقولك كده. تعالى اوريك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه هنعملها هنسلق المكرونه. انا جايبه 3 اكياس مكرونه. طبعا في مكرونه اندومي طالعه جديده، الكيس ب5 جنيه غيرهم 10 جنيه، فانا جبت كيس كبير وكيسين صغيرين فحطيتهم طبعا علشان يتسلقوا. عايزه اسلقهم كأننا بنسلق المكرونة العادية دي من غير الطعم بتاعها خالص، وهطلعها بعد كده. هي كده بالنسبة لي استوت خلاص، فهطلعها هصفيها خالص من المية وهحطها على جنب. انا كده هنا صفيتها من المية خالص وحطيتها على جنب. وصلي على النبي بقى، كل اللي يشوف الفيديو ده يصلي على النبي. هنا نزلت حطيت الطاسة على النار ونزلت عليهم بكوبايتين لبن. طبعا كل الوصفات دي احنا جايبينها على النت لما نشوف هما بيقولوا ايه. كوبايتين لبن. وبعد كده جبت حاجة اسمها جبنة، اسمها جبنة بشاميل. فاحنا جبناها اهي، كانت بالشكل ده. وهنفضيها على كوبايتين المية. انا فضيتها كلها الصراحة، انا قلت كوبايتين اللبن، انا اسفة. انا فضيتها كلها اصلا علشان انا جايبه طبعا 3 اكياس مكرونه اندومي. وهنا بقى فضلت اقلب فيها بعد كده لحد ما تتقل معانا. هنفضل نقلب نقلب نقلب. شباب اللي يشوف الفيديو يعمل لي فولو بليز لو سمحت. بعد كده نفضل نقلب كده لحد ما كلها كده تبقى مع بعض، والخليط معايا يتقل بقى لحد ما تتقل خالص. بس هي كده على نار هاديه يا جماعه، يا ريت ناخد بالنا اللي هي نار هاديه. هنفضل نقلب كده لحد ما تبقى محدش بقى يخاف دي كلكعت، لا خالص، زيها زي البشاميل. افضلي قلبي كده، قلبي 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 لحد ما تبقى طريه خالص معانا، كاننا بنعمل حاجه كريمي كده. عارفين الكريمي؟ هي مش تبع البشاميل، اسمها جبنه بشاميل. في فرق ما بين الجبنه وما بين اللي هو كيس البشاميل، يا ريت ناخد بالنا يا جماعه. ماشي. وانا كده بالنسبه لي خلاص هي كده ظبطت معايا. نزلت بقى طعم الاندومي. بس طبعا الصراحه هي بامانه انا حطيت الاكياس الاندومي كلها، فدي كانت غلطه بالنسبه لي لانها ملحت. هي المفروض نحط كيس واحد بتاع الاندومي احسن. لو انت بتحب طبعا اللي هي تبقى مملحه كنت تحط براحتك ال3 اكياس. بس انا فعلا حطيت ال3 ملحت معايا قوي. فصراحه لو عدت التجربه دي تاني هحط كيس واحد. وهنزل هنا بقى بالاندومي وهفضل بقى اقلب فيها. بعد كده هقفل عليها النار. وعايزه اقول لكم بصراحه طعمها جميل جدا جدا جدا. بس اللي بوخها اللي هي الملح بتاعها كان كتير، فياريت ما نعملش الموضوع اللي هو لو هنعملها ما نكترش في الملح الكتير. بعد كده هننزلها بقى في الطبق. هي كده جاهزه للاكل. تعالوا بقى اوريكم جمالها وطعمها. بصوا عاملين ازاي، حاجه كده حلوه. عارفين بتاكلوا كده حاجه، جربوها. بس هي مديه طعم الفشار كده جبنه، هي طعمها حلو. انتوا جربوها ومش هتندموا. مع السلامه. ما تنسوش تصلوا على النبي.